السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هعمل لكم وصفة اجنحة الدجاج الكنتاكي. ازاي تطلع مستوية، ازاي ما نستخدمش كمية زيت كتيرة، ازاي تبقى مقرمشة ومحرمشة، ويعني ما اقولكيش. يلا بسرعة نشوف طريقة العمل. اول حاجه حضرتك هتغسلي الاجنحه وتنشفيها كويس. انا منشفاها بمناديل وشقها من النص علشان خاطر اضمن انها تستوي كويس، وتطيري الجزء اللي هو الاخراني ده. هنا بقى حضرتك هتجيبي التوابل، والتوابل دي انا محمصاها بمعلقه زيت على النار، ودي تريك حصريه مش هتلاقيها في اي مكان. التوابل عباره عن معلقه من الكركم والكاري وتوم بودر وبصل بودر وكيس مرق الدجاج. وطبعا معلقه ملح. المعالق دي معلقه صغيره، وهنا حطيت معلقه بابريكا، وحطيت معلقه كبيره خل، وحطيت زي كوبايه زبادي. ليه بقى؟ الزبادي مع الخل مع الخلطه دي هتديني طعم مزز زي المستردة بالظبط، وان احنا هنا مش هنستخدم مستردة وغالية، فانا عملتها لكم كده كبديل. وبرضو دي تركة حصرية مش هتلاقوها في اي مكان. الزبادي والخل بيخلي الفراخ يعني تقطم كده، ما تشدش، لا، وتستوي كويس، وتبقى اللحم بتاعها يبقى طري وجميل. انا بقى هدخل المكونات كلها كده في بعضيها، وهسيب البتاع ده، الخليط ده، على الاقل يعني نص ساعه. لو انتي مستعجله يعني قوي، هي كفايه نص ساعه. شيليها بقى في التلاجة. الخلطه دي قويه وتجنن. هنيجي بقى هنا كوبايتين دقيق، اي نوع دقيق، وعليهم معلقه كبيره نشا. انا هنا بقى استخدمت معلقتين علشان خاطر انا عادي بشيل التتبيله دي في كيس لما بتبقى يعني. وعليها بقى المكون السري التالت معانا في الخلطه المقرمشه دي، معلقه كبيره بيكنج باودر، اللي هو بيكنج الصودا في الدول العربيه للي ما يعرفوش. ده بيساعد برضو على القرمشه والحرمشه زي ما بيقولوا. وده بقى معلقه كاري وكركم وفلفل اسمر وتوم باودر وبصل باودر. هقلبه في الخلطة دي، الكاري والكركم. الكركم وصفة أساسية معايا. أنا ليه ما حطيتش كمون؟ محدش يا جماعة يحط كمون وهو بيعمل فراخ. الكمون بيخلي لحم الفراخ يقلب على سمك، ده أنا عن نفسي بحس كده. هنا بقى بعد ما ريحتها يعني نص ساعة أو ساعة على حسب بقى، هجيب الخلطة دي وهاخد من الفراخ وهنزل بيها في خلطة الدقيق. وبعد كده الطبق التاني، البولة دي بولة مية متلجة، يكون فيها حتى حتة تلج مجروش كده، عشان خاطر تساعد تديني كفر مقرمش. يبقى انا باخد من هنا للدقيق للمية. طب انا عايزة قرمشة اكتر، هاخد من هنا للميه للدقيق. وانتي بتاخدي تمسكي البتاع كده يعني تهزيها بايدك كده جامد علشان خاطر تعملي الحرفشه في البتاع ده اللي بتبقى موجوده. وانا لقيت افضل حل وانا واقفه كده، قلت خلاص طيب ما بدل التعب ده انا اجيب عندي هنا مصفى او حاجه واعمل نفس الموضوع، واروح حطها فيها واهز بيها. شايفين على طول بتعمل تعريجات كده، اللي هي الطبقة المقرمشة. وانا طبعا عملت كده في كل الخليط لحد ما خلصت الكمية. الطبق المية المتلجة ده بالخليط اللي هو فيه ده، اللي سقط من الحاجة واحنا بننزلها فيه، ما ترميهوش، خليها. تعرفي انا عايزة تاني ليه دلوقتي. هنا بقى مرحلة التسوية، وركزي قوي قوي معايا في المرحلة دي، عشان دي هي اللي يعني هي اللي بتظبط الموضوع. اول حاجه انا عملتها قلتلك ان انا هعرفك ازاي تستخدمي نسبه زيت قليله. انا هنا مستخدمه حله صغيره ستانلس صغيره خالص، حاطه فيها كوبايه ونص زيت. ممكن تستخدمي حضرتك اصغر منها. الزيت ده يغلي، يكون بيغلي، اروح نازله فيه
بالأجنحة الدجاج. طب ازاي الزيت ده ما يبصش مني؟ حضرتك في لقطة هتيجيلك دلوقتي هتعرفك ان انا غطست الأجنحة او قطع الفراخ اللي انا بعملها في المية المتلجة واروح نازلة بيها على الزيت. دي بقى بتخليش البتاعة تحمر مني بسرعة، قطعة الفراخ تحمر مني بسرعة وتستوي بسرعة، وفي نفس الوقت بتحافظ لي على الزيت لآخر قطعة مش محروق ولا في حاجات. تالت تركة معانا هنا حضرتك، اي حاجة بتقليها او بتحمريها تطلع على مصفى، اوعي تحطي مناديل. هتحطي مناديل، المناديل بتشرب الزيت منك وتروح ردة تاني على قطع الفراخ او سمك او بطاطس او اي حاجة، بتروح تخليه يطرى والطبقة تطرى وتفصل وتفك. ادي رابع تركة معاكم. قلت لكم المعلومات دي مش هتلاقوها غير عندي هنا بفضل الله. في حاجة هنا نسيت اقول لكم عليها. لما بحط الفراخ اعمل ايه؟ تحطي الفراخ على درجة نار غليان، لونها يبيض، تروحي مغطياها بغطا الحلة اللي انا مدريادة عشان وشي جاي فيه، وتهدي النار شمعة تحتيها علشان تستوي. نفتح غطا الحلة ونقلب الفراخ ونروح نشوف الفراخ دي يعني استوت ولا ايه. لسه لاقيينها برضو لونها يستحمل نغطي عليها تاني. نعمل كده ليه بقى؟ لان هم في المحلات بتاع بره مش بيسلقوها. ليه؟ علشان خاطر هم في حلل ضغط مخصصة كده بيعملوها فيها. احنا هنا بنحاول نعمل حاجة بديلة ليها في بيوتنا. الفراخ بقى بتطلع كده مستوية ومش بتشد، لا بتقطم كده القطمة الحلوة دي. وهنا انا بعد ما خلصتها خلاص قدمتها مع رز اصفر، وان شاء الله لو عايزين طريقته انا برضو هنزلها ان شاء الله في فيديو تاني. وبألف وهنا وشفا على قلوبكم، والسلام عليكم.